المرض اللي عايش بيه ربع سكان العالم تقريبا. النهارده هنتكلم عن القولون العصبي، ايه اسبابه واعراضه وامتى اروح للدكتور، وطبعا اكل ايه وما اكلش ايه. القولون العصبي هو اضطراب في وظائف القولون، مش تشكيك في الوظائف بتاعته. يعني انت مهما عملت اشعاعات وتحاليل هتلاقي الدنيا طبيعية، بس انت فعلا بتكون تعبان. فالاعراض بتكون غالبا تحت سن ال50، والعرض الرئيسي هو ألم بالبطن بدون سبب واضح. يعني ممكن تنام عادي تصحى تلاقي الدنيا بايظة، انتفاخ وغازات وتغير في طبيعة البراز من إسهال وإمساك وهكذا. القولون العصبي في منه أنواع، نوع بيكون فيه الإسهال هو العرض السائد، والنوع التاني بيكون فيه الإمساك هو العرض السائد. في نوع تاني بيجي الإسهال والإمساك بالتناوب، يعني شوية إمساك وشوية إسهال وهكذا. ورغم إن هو اسمه القولون العصبي إلا إن المريض بيعاني من مشاكل تانية كتير بره القولون ده، زي ارتجاع في البريد وصعوبة في البطن وألم في منطقة الصدر، وحاجات تانية بره الجهاز الهضمي أصلا زي التعب والخمول واضطرابات في النوم والقلق وتغير في المزاج وصداع في نص الدماغ شبه جدا بالصداع النصفي. يعني تخيل قولونك يتعب دماغك هي متصدع، وده بيكون منتشر عند أغلب السيدات من سن 15 ل 30 سنة، ويبدأ يقل تدريجيا مع التقدم في العمر. ومن اسمه كده اسمه قولون العصبي، يعني بيجي أكتر في الإنسان لما بيتعرض للستريس. يعني أكيد كلنا بنشوف الناس اللي بتيجي قبل الامتحانات بطنها بتقلق، ده Your brain sends trillions of signals daily, الجهاز الهضمي creating every thought بيعمل. and طيب هل ممكن القولون هو اللي يأثر على المخ مش العكس؟ ممكن يأثر، لدرجة إن أهم هرمون في المخ اللي هو السيروتونين بيتصنع أصلا في الأمعاء عن طريق البكتيريا النافعة اللي موجودة في جسمي. فلو حصل خلل في السيروتونين ده بيسبب ألف عرض روحي. تخيل وأنت بتلعب في المواد الكيميائية اللي موجودة في الإنسان هتعمل أعراض كتير، وأشهر حاجة بيعملها الخلل في السيروتونين ده هو الاكتئاب اللي العالم كله بيعاني منه، ناتج عن نقص السيروتونين. وكمان السيروتونين ده بيأثر على الأمعاء ذات نفسها، يعني الأمعاء بتصنع هو اللي بيأثر عليها تاني، فبيقلل أو يزود امتصاص المية منها. والدراسات بتقول إن الناس اللي عندها إسهال وأعراض السائل بيكون السيروتونين معدلاته أعلى من الطبيعي، والعكس في إمساك بيكون السيروتونين أقل من الطبيعي. فلو حسيت إن أنت عندك أعراض اللي إحنا قلنا عليها لمدة أكتر من 3 شهور لازم تروح تشوف الدكتور. انا الدكتور محمد لازات، وخلي بالك على صحتك لان هاي الحاجه عندي.